وهو حدث في مقر سفارة الجزائر في الكاميرون، وين استقبل سفير الجزائر في الكاميرون ماحي بومدين اليوم الاثنين صباحا رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم صامويل إيتو بمقر السفارة في ياوندي. وحسب بيان الاتحادية الكاميرونية اللقاء دام أكثر من ساعة وناقش فيه الطرفين عدة مواضيع من بينها مشاركة الكاميرون في بطولة إفريقيا للمحليين، اللي كان البعض أثار بعض الشائعات أن الكاميرون لن تسافر خوفا من الترتيبات الأمنية ومن هجوم الشعب الجزائري. كل هذا ظهر بأنه خبر لا أساس له من الصحة، والدليل اليوم زيادة للعلاقات وتأكيدا على أن صفحة التأهل إلى المونديال تم طيها بشكل كامل. هذه الصورة إيتو عند سفيرنا اللي هو ممثل الجزائر في ياوندي في الكاميرون، وأعطاه قميص رقم 10 تاع أبو بكر فانسنت أبو بكر